اي بي كاميرا فيور، تطبيق محمله 500,000 مستخدم. وظيفة التطبيق ان هو بيقدر عن طريق التطبيق ده تاخد اي لينك لأي كاميرا موجودة، وكل كاميرا بيبقى ليها اي بي ادرس مختلف عن الكاميرا التانية. تقدر عن طريق التطبيق دوت تشغل الانترنت طول ما الكاميرا متصلة بالواي فاي او بالانترنت، هتقدر تشوف الاي بي ادرس بتاعها مكان الكاميرا. ودي النصيحة اللي بنصح بيها اي حد عايز يعمل نظام كاميرات مراقبة. ممكن تعمله بنفسك، لكن ان انت تجيب كاميرات يبقى الاي بي ادرس بتاعها موجود على الغلاف او على العلبة بتاعتها او على الكاميرا نفسها، الراجل اللي بيركب لك الكاميرات بمنتهى السهولة بيخطف او بياخد الاي بي ادرس بتاع الكاميرا وبيعرض كل الكاميرات ديت عنده في البيت. يعني لو كانت واحدة ست مثلا وحاطة كاميرا نوم في اوضتها، حاطة كاميرا نوم في شقتها، الست جميلة مش عارف ايه، شركة، مصنع، اي حاجة، الاي بي ادرس هو وسيلته البسيطة جدا لكشف الكاميرا واللي بتعرضه الكاميرا، ويسجل ويتفرج ويشوف. وكأكم من ستات كتيرة جدا عملت كاميرات مراقبة في بيتها عشان أولادها، عشان الأطفال، عشان ولقيت نفسها فيديوهاتها وصور ليها موجودة على الإنترنت. وممكن كمان يبتزها ويقول لها أنا عندي صورك وانتي بتستحمي، عندي صورك وانتي لابسة وانتي قلعة وانتي كل ده عشان الست عملت كاميرا مراقبة في بيتها، وفي نفس الوقت جابت واحد خد الاي بي ادرس، او هو حتى اللي جاب لها الكاميرات وقال لها هجيب لك كاميرات كويسة ونضيفة. نصيحة: محدش يخلي حد يركب له كاميرات مراقبة. في فيديوهات كتيرة جدا على اليوتيوب تشرح لك ازاي تعمل كاميرات مراقبة والدي في ار وتشغل كل اللي انت عايزه، عشان محدش يعرف لا كاميرتك ولا الاي بي ادرس بتاع الكاميرا، ولا يقدر يخترق نظام الكاميرات بتاعتك ويشوف كل حاجة عندك بتدور.